يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جبت لكم بقى طريقة لعجينة البيتزا سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكم طرية وهشة، وزي ما الكتاب بيقول بالظبط هتطلع معاكم احلى من بتاعة المطاعم بكتير. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انزلوا بسرعة اعملوا لايك للفيديو ده. لو شايفين اننا بنقدم محتوى هادف، اعملوا اشتراك للقناة. عايزين نوصل القناة ل5000 مشترك. طبعا احنا مش هنوصل غير بدعمكم لينا، وعايزين كمان عشان نوصل 5000 مشترك عشان نعمل مسابقة. ويلا بينا نصلي على الرسول ونسمي بسم الله، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أنا معايا هنا الأول كيلو إلا ربع من الدقيق. كيلو إلا ربع من الدقيق متعدد الاستخدام عادي جدا. ومعايا كوبايتين من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو في التلاجة طلعوه قبلها بشوية. ومعايا معلقة كبيرة مهرمة من اللبن البودرة. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة. طبعًا لو أنتم شاكين في الخميرة إن هي تطلع بايظة، ممكن تعملوها تيست في الأول، تجربوها في كوباية مَيّة سخنة، في كوباية مَيّة دافية مع معلقة سكر. طبعًا أنا ضِفت المكونات هنا كلها مع بعض، لإن الخميرة كنت واثقة فيها، وحطيت عليها تلتين كوباية من الزيت، أو تِلت كوباية من الزيت. وبعد كده قلّبت العجينة كويس. أنا حطيت معاها نُص معلقة صغيرة من الملح، ونُص معلقة صغيرة من السكر، بس هي ما اتصوّرتش، فأنتم ما تنسوهاش. وبعد كده حطيت نُص كوباية من المَيّة الدافية، وبدأت إن أنا أعجن كويس. أول لمّا العجينة بدأت إن هي تلِم كده معايا يعني تلِم كده من الطبق، وما تبقاش ملزقة في قلب الطبق، باخدها على الرخامة. بارُش عليها رشة دقيق، وبافضل أعجن فيها عجن متواصل لمدة 10 دقايق. طبعًا لو في عجين هيوفّر معاكِ وقت في أكتر من كده بكتير. يعني هتاخد لها في العجان تقريبًا حوالي 3 دقايق. وكده كانت العجينة جاهزة معايا. أول ما العجينة بتبقى طرية كده ومش بتلزق ولا ماسكة في الرخامة ولا ماسكة في إيدي، بتبقى كده العجينة جاهزة. باحطها في بولة مدهونة دهنة زيت، وباحطها في مكان يكون دافي. باغطيها الأول بstretch wrap، وبعد كده فوطة. ممكن أحطها في الفرن جنب اللمبة، باشغّل اللمبة وأحطها في الفرن. تعالوا بقى أما نعمل أسهل وأحسن وأطعم طريقة لصلصة البيتزا. دي أحسن طريقة جربتها لصلصة البيتزا. أول حاجة أنا معايا هنا 4 طماطميات، فتحتهم كده من التحت بشكل كده علامة زائد، مش باضغط عليها، يعني مش بافتحها قوي، من على الأطراف بس كده. وباحط معاهم قرن فلفل يكون أحمر. حباية فلفل كده تكون حمرا. وبعد كده بادهن المكونات كلها، بادهنها بدهنة زيت، وبعد كده بادخلها الفرن. خدت في الفرن حوالي نص ساعة بالظبط. تعالوا بقى اما نعمل الحشوة بتاعة البيتزا. طبعا حشوة البيتزا دي بترجع ليكم. ممكن تستخدموا لحوم مصنعة، ممكن تستخدموا لحمة مفرومة، ممكن تستخدموا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. مش شرط تعملوا زي ما انا ما عملت بالظبط. انا استخدمت صدور فراخ عاملاها بالمشروم. حمرت كده الفراخ في قلب الطاسة مع معلقة زيت. الفراخ نزلت المية بتاعتها، وبعد كده اتبخرت المية كلها. بدأت ان انا اشوحها شوية. انا مش عايزة يكون فيها اي سوائل، مش عايزة يكون فيها مية خالص، انا عايزاها جافة كده زي ما انتوا شايفين. في نفس الطاسة نزلت المشروم كله، وبدأت ان انا اشوح فيه لحد ما المشروم يدبل وياخد لون. طبعا مش هفكركم يا جماعة متنسوش تعملوا اشتراك للقناة، تعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكده المشروم بعد ما اتحمر، يعني اتشوح كده شوية ودبل، حطيت عليه الفراخ، وبعد كده قلبتها. طبعا بعد ما حطيت الفراخ ببدأ ان انا اشوح فيها على درجة حرارة عالية. لازم ان النار تكون عالية عشان الفراخ ما تنزلش اي سوائل. وبعد كده بحط الفلفل. انا حطيت فلفل الوان، حطيت حباية من كل لون. طبعا انتوا لو مش بتحبوا الفلفل ممكن ما تحطوش عادي يعني. وبعد كده تبلتها بملح وفلفل اسمر ومرقة دجاج وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. ممكن تحطوا بودرة مرقة دجاج. آم، لو انتوا مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها. يا جماعة الحاجة اللي انتوا مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها عادي. التوابل والأطعم والحاجات دي بتبقى أذواق، فكل واحد شوف هو بيحب ايه ويعمله بس.
كده كانت جاهزة معانا. أنا شوحتها تشويحتين بس كده بعد ما حطيت الفلفل عشان خاطر الفلفل ما نزلش سويه. تعالوا بقى لصلصة البيتزا، ودي أحسن وأنجح صلصة للبيتزا أنا قلت لكم عليها. بعد ما طلعتها من الفرن أنا خدتها وقشرتها وحطيتها في الخلاط، ضربتها في الخلاط، وبعد كده حطيت عليها معلقة من صلصة الطماطم، وبعد كده حطيت عليها معلقة من هريسة الشطة، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الريحان المجفف، وحطيت عليها نص معلقة من الملح، نص معلقة من السكر، نص معلقة من البابريكا فقط. ممكن تحطوا عليها أورجانو لو انتوا بتحبوا الأورجانو. وكده دي طعمها تحفة، جربوها هتاخد طعم البيتزا في حتة تانية. تعالوا بقى اما نشوف العجينة. كده بعد ساعة كانت العجينة اتخمرت. انا خدتها كده على الرخامة ورشيت عليها رشة دقيق، وبدأت ان انا اعجنها عجن متواصل لمدة دقيقتين فقط. المقادير اللي انا كنت مستخدماها دي مقادير ل3 بيتزات. طبعا انتوا ممكن تنصصوا المقادير، لو انتوا حابين تعملوا كمية اكتر تكتروا، تعملوا كمية اقل تقللوا، يعني انتوا حرين. وبعد كده خدت كل نص، رحت مكوراه كده وحطيتها على الرخامة وسبتها لمدة 5 دقايق فقط. بعد 5 دقايق جيت وبعد كده بدأت ان انا افردها في الصينية على طول. لما بفردها في الصينية ده اسهل من لما بفردها على الرخامة وارجع اشيلها واحطها في الصينية، كده اسهل. وببدأ ان انا اعمل لها حروف من الجناب. عملت لها حروف كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وببدأ بقى ان انا احط الحشوة في النص، ما تجيبوش الحشوة على الحروف عشان خاطر ما تتحروقش. وبعد كده خرمتها بالشوكة، وبعد كده بدأت ان انا احط الصلصة. وبعد كده بقى بتحطوا الحشوة اللي انتوا عايزينها. انا حطيت الحشوة اللي انا عملتها قدامكم، الفراخ بالمشروم والفلفل الالوان. انتوا ممكن تستخدموا اي حشوة تانية، ممكن تحطوا لحمة مفرومة، ممكن تحطوا اي نوع حشوة انتوا بتحبوه. وبعد كده بتحطوا الجبنة الموتزاريلا وتحطوا عليها زيتون مثلا او اي حاجة انتوا بتحبوها. بعد كده بتدخلوها الفرن على درجة حرارة، على اعلى درجة حرارة. بتاخد في الفرن حوالي من 35 ل 40 دقيقة. طبعا انتوا بتتابعوها. لما بتشوفوا الحروف بتاعة البيتزا اتحمرت شوية، بتكون كده جاهزة معانا. ما تسيبوهاش لما تتحروق ووش البيتزا يتحمر عشان خاطر الجبنة تبقى بتشد معاكم. نوع الجبنة اللي انا مستخدماه هنا، انا مستخدمة نوع الجبنة الحمد، وهي الحمد كويسة جدا وسعرها كويس جدا. تزيين البيتزا ده طبعا بيرجع ليكم برضو. وكده انا خلصت التلات بيتزات، تلات بيتزات بتاعتكم. وقولوا لي يا جماعة لو الفيديو عجبكم، اكتبوا لي في الكومنتات. لو انتوا شايفين ان احنا بنقدم محتوى هادف، ادعمونا بلايك ودعمونا بسبسكرايب. عايزين نوصل ل5000 مشترك في اسرع وقت. ادعمونا يا جماعة وانزلوا اعملوا اشتراك بسرعة 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 جدا، عشان عايزين نعمل مسابقة لما نوصل ل5000 مشترك. وقولوا لي رأيكم في البيتزا بتاعتي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفة. جربوها وجربوا الصلصة، ودي كانت انجح صلصة انا عملتها بجد. هستنى رأيكم في الكومنتات، وهستناكم تشجعونا، وهستناكم تدعمونا، وهستنى منكم لايك وكومنت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.